السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي. النهارده متابعين مطبخ شيري هنعمل وصفة لو عندك بايته في البيت، لو انت مجهزاها، لو انت عايزه طعم جديد، عايزه حاجه جديده، عايزه حاجه تكون فيها الفيتامينات كلها، وتاخدي نشويات وتاخدي بروتينات وتاخدي الخضار وتاخدي كل حاجه. تعالي اجمعي هنا معايا واجمعي اصحابك واصدقائك معايا عشان نبدا في الوصفه بتاعتنا. واللي لسه متابعيني لسه جداد ما تنسوش تفعلوا الجرس ولايك وشير والسبسكرايب علشان يوصلكم كل الوصفات الاقتصاديه معايا. انا عندي 5 سمكات بايتين. انا كنت عامله سمك امبارح والسمك ده كان عندي خلاص، وقطعت شرايح بصل، قطعت بصلايه علشان خاطر ايه احطها هتدي طعم ميكس حلو معايا. هحط السمك كده على البصل؟ لا طبعا، انا هقول لك على تريكات حلوه جدا، بس كملي معايا للاخر عشان تستفيدي معايا. خلاص. وبشرت معايا جزرتين، ومعايا حبه رز زي ما انتوا شايفين كده بين ايديا، مش رز كتير. طيب هنحط ايه تاني؟ معايا شويه بقدونس على شويه شبت، حبه بهارات سمك، والملح بتاعي. خلاص. هرص السمك بقى بتاعي، هرص على وش السمك بتاعي فلفل، هحط شرايح بصل. طيب معايا حبه كزبره على حبه جزر، هرشهم على وش السمك بتاعي. طبعا هنا انا المفروض ان انا احط طبعا توم، بس انا استكفيت لسه في السمك ان هو فيه توم. خلاص. ودي صلصه انا عاملاها ازاي؟ حمرت توم وكزبره زي ما قلت لكم، وحطيت عليهم الماده الدهنيه بتاعتي، ورحت حاطه عليها الطماطم بتاعتي. شايفين القوام بتاع الصلصه بتاعتي؟ ولا هو تخين ولا هو خفيف جدا. هو ده بقى اللي هيسوي لي الرز، القوام ده هو اللي هيسوي لي الرز بتاعي. خلاص. في الاخر بقى هنسقي كل اللي حوالين السمك كده عادي. كده صينيه السمك بتاعتي خلصت، هدخلها الفرن وهطلعها واوريكم ان عملت ايه. بس لو وصلت لحد هنا ونسيتي تعملي اللايك، ما تنسيش وما تبخليش عليا باللايك الجميل اللي زي قلبك الابيض. وكده يا حبايبي الصينيه بتاعتي خلصت. انا عملت جنبها حبه رز عندي كانوا راقدين بتاع محشي، سويتهم وحطيتهم، والماء الاخر كل حاجه كانت راقده عندي بيته. حاولت ان انا اجدد فيها واعمل منها حاجه لاولادي ياكلوها في ظل الغلاء اللي احنا فيه. اوعي ترمي حاجه، استغلي كل حاجه واعمليها لبيتك ولاولادك يستفادوا بيها بدل ما تترمي. خلاص. يلا اسيبكم برعايه الله، وما تنسوش اللايك والشير والكومنت الجميل منكم، وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل وصفاتي الاقتصاديه. ان شاء الله اقدر اقدم لكم اجمل الوصفات واسهل الوصفات وارخص الوصفات، واساعدكم بكل الطرق اللي انا اقدر عليها. ربنا يقدرني واساعد كل واحده حد فينا، وكلنا ان شاء الله نقدم اجمل حاجه لبيتنا. يلا اسيبكم برعايه الله، مع السلامه.